يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. خش كده في الموضوع على طول، كوبايه شايك يا باشا. تعالى كده ايه نتكلم ما قبل مباراه كهرباء الاسماعيليه والنادي الاهلي. ماتش ممكن ناس كتير قوي تقول عليه سهل، مش زي ما اتعودنا. ما يعني يعني الماتش هتبقى سهله، بس في الوقت الحالي مفيش ماتش مضمون. اي فريق بيقابل الاهلي بينزل يعني زي ما بيقولوا بيلعب بكل قوته في الملعب. بالنسبه بقى للفرق الصغيره دي بتبقى الماتش ليهم بطوله. دي حاجه احنا لازم ناخد بالنا منها قوي. طبعا الفتره اللي فاتت الاهلي مع كابتن عماد النحاس الدنيا شكلها مختلف. راجل لسه جديد طبعا، خلفا بالمدرب الاجنبي. بس يعني ده بدا يدي لمسه لجمهور النادي الاهلي. بدا يحس ان في تغيير. يعني بس برضو انا شايف من وجهه نظري لسه بدري قوي ان احنا نحكم على كابتن عماد النحاس. طبعا ليه كل الاحترام. اللي يهمنا دلوقتي ان الفريق يدخل مركز ومفيش يعني ما يبقاش فيه هزار. الماتش ده لازم يتلعب من اول ثانيه لاخر ثانيه، برجوله، بتركيز. فريق الكهرباء الاسماعيليه يعني مش هيجي قدام الاهلي يستعرض. اكيد هيجي هيقفل لعب، يستنى غلطه، يحاول يلعب على المرتده. الخلاصه الحل عند النادي الاهلي سهل وواضح، سهل وواضح، واحنا كجمهور بنشوف دوا. بنشوف دوا ان تجيب جون بدري، تجيب جون بدري يسهل الدنيا عليك. لو جبت جون بدري في كهرباء الاسماعيليه، انا اتفرجت عليه مع كابتن رضا شحاته، فرقه ممتازه جدا. كابتن رضا شحاته عامل تيم كويس جدا. هيضطر يفتح الماتش، ساعتها الماتش هيبقى سهل جدا قوي عليك. جيب جون، جيب جون. كنادي اهلي كابتن رضا شحاته هيفتح خطوطه، هيبقى الماتش سهل عليك. لكن لو فضلت النتيجه 0-0 هتلاقي صعوبه. كل دقيقه بتعدي على الفريق اللي بيبقى قدام النادي الاهلي من الفرق الصغيره، مع احترامي طبعا للفرق الصغيره، بيدي ثقه، بيدي يقول لك لا انا احلى من ان انا اخد بونت او تاخد 3 بونت من فرقه كبيره زي النادي الاهلي. الجمهور عايز يشوف حاجه مختلفه. عايز يشوف الاهلي اللي بيضغط من اول دقيقه وبيخلص ماتشات بدري. ما بيخليش الناس قاعده في توتر. انت بتتفرج تبقى قدام الشاشه متوتر، الاهلي كسبان مش ضامن الماتش. مش عايزين استعراض في الماتش. عايزين لعب جماعي. كرهنا اللعب الفردي. انا تريزيجيه من حلقتين انا كنت بنتقده بسبب لعبه، ان كل كوره وعايز يلعب وعايز يجيب جون. مش كده لعب جماعي. اللي عايزينه كرة بسيطة توصل للجون. هيفرق في الماتش ده زي ما اتكلمت على ماتش القمة التركيز. الفرصة اللي هتجيلك لازم تسجل يا باشا. مفيش رفاهية، مفيش ضيع وتقول انا هجيب اللي بعديها. مش حابين ده، مش حابين ده كجمهور نادي الاهلي او كجمهور طبعا كله. عماد النحاس برضو عارف قيمه النادي الاهلي، عارف ان الجمهور مش بيستنى. اي تعادل اي خساره الدنيا هتقوم عليه ومش هتقعد. وعشان كده الماتش اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا، يمكن 3 بونت اكتر من ماتش القمه، لان ماتش القمه انت نازل وعامل حساب النادي الاهلي قوي، نادي الزمالك قوي. عارف ان نادي الزمالك نادي كبير وهيعمل عليك ماتش كويس. الموضوع مش 3 بونت، موضوع ثقه، موضوع صوره الاهلي قدام الجمهور، موضوع انك تقول لكل الفرق ان الاهلي موجود لسه. ماتش زي دوت بيقيس شخصيه الفريق، بيقيس شخصيه الفريق. ازاي بتلعب قدام فريق صغير على الورق. يعني خلينا نتكلم حقيقي ان الفرقه على الورق صغيره، لكن ما فرقه زي دي بتنزل بتقفل عليك الملعب، بتجري، بتخليك انت طول الماتش مش عارف تعمل ايه من الاخر. اكتر حاجه بتصعب الماتشات دي هو الاستهتار، انك تحس ان الموضوع سهل، تلاقي نفسك اخر الماتش فارت خلاص. لكن لو مركزين ماتش هيخلص بدري قوي 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 قوي. طبعا الجمهور ما بيتفرج عليك بيشوف ان فعلا الفرقه على قد مسؤوليه، على قد شخصيه النادي الاهلي. طبعا الجمهور يعني عمره ما بيطلع ينتقد، ما بينتقدش غير لما بيشوف سلبيات في النادي الاهلي، واحنا متعودين النادي الاهلي دايما في القمه. انا شايف الماتش ده هو من وجهه نظري هيبقى رساله للنادي الاهلي لجمهوره، ورساله من كابتن عماد النحاس للاداره، ورساله لكل فرقه ان الاهلي فعلا يعني موجود لسه. الاهلي مش بيتراجع. الاهلي لو كنا اداء او ماتش او ماتشين مش وحشين، لا الاهلي موجود. متاكد ان فرقه كهرباء الاسماعيليه مش هتيجي مستسلمه للماتش، هتيجي وهتضغط وهتقفل مساحات. واحنا وجهه نظري برضو الامكانيات باينه، الامكانيات واضحه. الموضوع كله راجع للنادي الاهلي. لو مركزين، الفرقه مركزه الماتش ده هيبقى سهل جدا. لو مش مركز الدنيا هتبقى زي ما بيقولوا معقده عليك.
كجمهور احنا بقالنا فتره مستنيين نشوف حاجه مختلفه، مستنيين نشوف فريق، يعني فرقه النادي الاهلي بتكسبنا بتطمنا. مش عايزين نعيش في سيناريوهات الدراما اللي احنا كنا عايشينها في الكام ماتش اللي عدوا. اللي هيبسط يا باشا الجمهور الماتش يتقفل بدري، هتجون اول هتجون تاني، خلي الناس قاعده كده قاعده بتتفرج مرتاحه مستريحه. كلمتين الخلاصه اللي انا بقولهم لك ده ان الجماهير هي اللي حابه تشوف ده. الاهلي محتاج يدي اشاره ان هو راجع تاني. الاهلي محتاج يدي اشاره ان اللي فات خلاص. الاهلي محتاج يدي اشاره ان الفريق دلوقتي يعني على قد المسؤوليه. ودلوقتي الفريق انا عارف ان الفريق داخل على مرحله جديده. الفرق الصغيره ساعات بتبقى اصعب من الفرق الكبيره جدا. هتقول لي ليه؟ هقول لك لحضرتك ان هي بتلعب من غير ضغوطات. حتى لو خسرت محدش هيحاسبها، ما وراهاش جمهور. لكن لو اخدت منك بونت بتبقى بالنسبه لها هي عامله بطوله، هي اخدت افريقيا. وده لازم ناخد بالنا منه. يعني ما ينفعش نديهم امل، ما ينفعش انت تنزل الماتش مستهتر. لو حسوا ان هم عندهم فرصه الماتش هيتصعب عليك جدا. انا عارف ان جمهور النادي الاهلي نفسه يشوف اداء ممتع، نفسه يشوف كرة كويسه. بس في الوقت الحالي واللي انا شايفه من المطوشه اللي عدت لكابتن عماد النحاس ومن طريقه لعب كابتن عماد النحاس، هو مش فارق معاه الاداء قد ما فارق معاه الثلاثه بونت. اي حاجه تيجي زياده بعد كده مكسب. واللي فارق مع جمهور النادي الاهلي اللي احنا منه الروح. يعني ان هو يشوف الفريق مركز ومفيش استهتار، ان يشوف اللعيبه بتنزل تاخد الماتش بجديه. الماتش اللي جاي ده ماتش كهرباء الاسماعيليه اللي جاي ده بدايه مرحله. لو الاهلي كسب يعني الماتش ده هيكسب ثقه النادي، هيكسب ثقه جماهير النادي الاهلي والدنيا هتمشي لقدام. لكن لا قدر الله لو حصل خساره او حصل تعادل هتبقى في ازمه كبيره قوي جوه النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي اللي احنا منهم. عشان كده الموضوع مهم جدا، مهم جدا. الموضوع مش بس 3 بونت، كمان عشان الشكل العام للنادي الاهلي. الجمهور اللي احنا منه برضو، وبرجع اقول ان الواحد الحمد لله ان هو اهلاوي وطبعا احترامنا لكل الفرق، كل الفرق التانية. الجمهور ما بيرحمش، والناس عايزه النادي الاهلي دايما في القمه. وعشان كده الفرقه لازم تبقى على قد المسؤوليه. انا متوقع الماتش الجاي هيكون في ضغط، في ضغط من اول دقيقه. والاهلي هيحاول يخلص الماتش بدري 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 بدري، وده الصح، ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى طول الحلقه. الجمهور عايز يشوف الاهلي راجع، عايزين نشوف فرحه، عايز يشوف اهداف، عايز يشوف لمسه، عايز يشوف لعب، عايز يشوف اداء. عايزين نتفرج ونتبسط على النادي الاهلي زي ما كنا بنتفرج عليه. في مشاكل كتيره، كابتن عماد النحاس ربنا يعينه على في فجوه جوه النادي الاهلي. انا لحد دلوقتي شايف ان هي انا مش لاقيها، بس ان شاء الله تعدي الازمه دي. في مكاسب وفي كل حاجه، بس الاداء لسه ما رجعش زي الاول. في الاخر الماتش على الورق سهل جدا، لكن في الملعب مفيش حاجه مضمونه، وكل حاجه هترجع على الكلمه اللي قلتها ماتش القمه اللي فات. كل حاجه هترجع اللي عنده صبر وعنده تركيز في الملعب. لو الاهلي مركز الماتش هيخلص بدري قوي. لو مش مركز فرقه كهرباء الاسماعيليه هيصعب عليك الدنيا وهيصعب عليك الامور. الخلاصه الاهلي قدامه اختبار مهم. اختبار مش عشان الفريق، يعني مش عشان الفريق اللي اختبار مش قدام فريق كهرباء الاسماعيليه، لا، لكن عشان يثبت ان فعلا ما بيستهترش باي ماتش حتى لو كانت الفرقه صغيره. مع احترامي لكهرباء الاسماعيليه، واتمنى اكونش طولت عليكم، واشوفكم في حلقه جديده. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.